نزلت اشتري كتكوت، ببص كده لقيت جنبه اللي واقف بره عمال اخبط على الباب بيقول انا عايز محمى. قلت له محمى يا ابني؟ ده الموضوع ده خلص من زمان، ده انقرض ازاي محمى يا ابني؟ قال لي لا ماليش دعوه انا عايز محمى دلوقتي. قلت له طب بص انا هغير هدومي وفي 5 دقايق هنزل اجيب لك محمى، خليك قاعد هنا مستنيني. رحت طبعا جبت المحمى ورجعت. ما اقول لكمش المحمى غاليه جدا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جبت نص محمى ب 50 جنيه. شجعوني بلايكات كتير بقى، وانا قصيره ومش طايله وريقي ناشف. المهم كده حطيت الحله سخنتها ورحت نازله فيها باللحمه واديتها تشويحه ومعلقه سمنه بلدي وورقتين مروه وحبه بقى فلفل اسود ومكعب مرقه وطماطم وبصل واديله ادي. وهيصه بقى ما احنا عندنا لحمه والليله عيد يا ولاد. غطيتها بقى، جت للرز بقى بتاع اللي هعمله رز معمر، اديته غسله كده بنت لذينه ورحت حطاهم سوا بايدي كده. رحت حاطه الملح، ما تنسوش الملح، وحطيت بقى وش اللبن عشان يعمل البرام وش، وحطيت له اللبن ورحت مزوده بشويه ميه ورحت حطها في الفرن وقلت له روح الله معك. ورحت بقى جايبه الملوخيه لولاد. الملوخيه ديت لقيت الست تذبحها في المصفى، خدتها بمصفتها. هي بقى هو عادي الملوخيه تذبح في المصفى ولا المصفى بتاعت الست ولا مش عارفه. المهم بقى جبت الملوخيه قعدت اخرطها كده واديت حته دين تخريطه بنت اللذين وايه، وعادي اكني كده كنت متغاظه ومسكت حد قعدت اخرط فيه. خرطتها من هنا من اليمين لشمال وشمال ليمين ويمين لشمال وشمال ليمين. ورحت بقى رايحه على العيش بتاع الفته عشان نعمله. قطعت العيش بتاع الفته ده كان عيش فلاحي، كانت امي كانت جايبه لي، مسكته قطعته كده حتت صغيره عشان احمره ونعمل بيه الفته كده. البرام استوى عمل وش ايه في قلبك. دغسته كده بالمعلقه ورحت بقى اتاكدت ان المعلقه ان ما فيهاش ميه، يعني كده البرام نشف واستوى تمام. حطيت له بقى شويه سمنه بلدي وحطيت له شويه زيت. نو صغيرين يعني، فين بقى اللايك بتاعكم الجميل. المهم بقى جيت حطيت، لقيت اللحمه قربت تستوي حطيت لها الملح. يا ولاد ملحوظه ما تحطيش الملح في الاول عشان اللحمه ما تاخدش معاك سوا كتير. المهم بقى ما خدتش معايا 5 دقيقه في السوا. رحت بقى حطيت الشوربه بتاعه الملوخيه ورحت جايبه الملوخيه الخضراء دي حطيت عليها معلقه شوربه صغيره واديتها تقليب ونزلت بيهم في الحله. جيت بقى للتوم حطيت توم وكزبره ناشفه وحطيت ملح وقعدت ادق فيه وحطيت خيط زيت الاول في الطاسه. ورحت حاطه بقى السمنه ونازله بايه بالتومه بتاعه الملوخيه. ورحت نازله بقى بالملوخيه تاني كده عشان التوم ده ما يروحش خساره اللي في الطاسه، واديتها تقليبه كده. ورحت جايه على طاسه تانيه برده حاطه فيها حبه سمنه بلدي وحبه زيت برده عشان السمنه ما تخلصش، السمنه غاليه. ورحت حاطه فيها شويه توم باللي انا كنت عاملاهم برده. حطيت معلقتين صلصه واوعى وشك ولا الشيف فراك السوري حتى. ورحت بقى نازله بشويه شوربه ديت يا ولاد التقليه بتاعه اللحمه. ورحت بقى حاطه شويه فلفل اسمر وما تنسوش المرقه وشويه خل، اهم حاجه يا ولاد في الاكل ده كله المرقه تمام. وبعد رحت بقى مولعه البوتاجاز تاني ورحت حاطه حته سمنه بلدي تمام. ورحت حاطه بقى شويه زيت ونزلت بقى بقيه التوم بتاعي. ورحت نازله بالعيش كده ومقلباه اديله ادي وعادي. ورحت حاطه عليه شويه خل ديت بقى يا ولاد الفته. طلعت بقى عزيزتي من الشوربه. يا عزيزتي لازم نصور معاكي صوره للذكرى الهباب وايام حياتي العذاب وانا مفتقداكي. وعملت الخطوه بتاعت التومه تاني عشان احمر فيها اللحمه واديها تحميره كده بنت اللذينه. ورحت مقلبه كده اللحمه عشان تاخد وش من تحت ومن فوق عشان تبقى بوشين زي ناس كتير كده. ورحت مطلعاه كده فتحت النيش جبت منه الاطباق دي، مع ان النيش مكتوب ممنوع اللمسه والاقتراب بس ثابته مش مشكله، اللي يهمنا ان احنا ندلع كرشنا. حطيت بقى الفته والوش بتاع الرز كده يا سلام، وحطيت اللحمه ونزلت عليها بالتقليه ايه في قلبك والله تستاهل بقكم. ورحت بقى غرفه الشوربه والملوخيه خليتهم يا عظمه حاجه كده تستاهل كرشكم. وطلعت بقى للفرعون الكبير الصغير وقلت له بص عملت لك حاجه تستاهل بقك، يلا بقى سلام.